ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو النهاردة إن شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هيكون عن غطيان موسى بالشكل ده. هي لسه نص متلجة كده عشان أنا لسه مطلعاها من شوية من الفريزر، ودي البطارخ بتاعتها كده. تقدروا تسيبوها أو تشيلوها اللي بيحبها. اول حاجه انا طبعا ما كنتش عارفه ان انا عامله حسابي ان اصور خالص، بس افتكرت ان انا ما نزلتهولكوش، ما نزلتش غطيان موسى غير بطريقه واحده، طريقه الدايت. فاول حاجه بقى انا جبت في الكبه بتاعتي طماطمايه وبصلايه وفلفله خضراء، وضرب ومع تومه مع شويه توم، تقريبا نص راس توم صغنونه، وضربتهم مع بعض في الكبه لحد ما اداني الخليط اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هبتدي اضيف التوابل بتاعتي. دي بنات البهارات اللي انا هضيفها، هي عباره عن الكزبره الناشفه والفلفل الاسود وملح وبهارات لحمه والكمون. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي اخدها بقى وانزل على الخلطه اللي انا عملتها دي واقلبها كويس قوي، وبعد كده هضيفها للغطيان موسى. هقلبهم كده كويس قوي لحد لما التوابل تدوب كده في الخلطة كلها. دلوقتي الخلطة جاهزة اهي، هضيفها بقى هنا على غطيان موسى. هقلبها فيها كويس قوي وهسيبها قبل ما اجهزها للاكل ان انا اقليها في الاخر اخر خطوه. هسيبها فيها كل ما قعدت في التتبيله كل ما ما اخدت من طعمها وبقت احسن. تاكدوا كويس قوي انها اتشبعت بالتتبيله كده كلها، وهسيبها بقى زي ما قلت لكم فتره كده لحد لما اجي احمرها، وهوريكم شكلها وهنقليها ازاي. وبعد ما سبته كده في التتبيله هبتدي كده ابطنه بالدقيق كويس قوي قبل ما نقليه، وهنزل بيه بقى في زيت سخن واوريكم شكله في الاخر ايه. بنات شكله النهائي بعد ما خلص اهو متحمر، وتقدروا كمان تضيفوه بصلصه للي بيحبه بصلصه. ده كان شكل طبق النهارده، بتمنى يكون الطريقه سهله وبسيطه وعجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.